مرحبا يا شباب متابعين الغوالي، جايب لكم موضوع مهم. كل واحد من عندكم متابعيني، انت اللي جاي تشوفيني او انت اللي جاي تشوفني، عندك حلم، وعندك هذا الحلم انه تعيش بدولة اوروبية، يعني تعيش بدولة اوروبية تحقق بها احلامك، مستقبلك وغيره وغيره. الحلم مالتك اللي انت تحلم بيه يا ابن الناس، لازم تقدم له فد شي، لازم تسوي فد شي حتى تحقق حلمك. حلمك ما يجي من تسمع موسيقى حلوة وتبدي تحلم انه انت تطير بطيارة وتروح باوروبا وتعيش بامريكا وكندا واستراليا، البلد او اليابان والبلد اللي انت تحلم بيه، بدون ما تقدم اي شي. فانت لازم تقدم شي، وهذا الشي اللي تقدمه راح يضمن لك مستقبلك وغيره وغيره، وشي حلو بصالحك انت. فخليك متابع الفيديو للأخير، راح اشرح لكم بالحرف الواحد متابعين الغوالي وكل الناس اللي جدد اللي تدخل على قناتي، اهلا وسهلا بكم. اشتركوا بالقناة، شيروا هذا الفيديو، قناتكم. مواضيع اللي راح اطرحها كلها مواضيع مهمة بالنسبة لكم، تحقق احلامكم. لان انا واحد يعني منكم وبيكم. يعني انا كنت بالعراق عندي حلم انه اجي لاوروبا، عندي حلم اجي لاوروبا واعيش باوروبا واحقق احلامي. كنت احلم من طفولتي، الحلم مالتي طول لمدة فترة طويلة جدا. خليني اضرب لكم مثل. عندي ولد اخوي سابقا من كنت اروح لهم للبيت، كانوا يعرفون انه انا امنيتي اروح لامريكا وغيره. كنت بصراحة ما اعرف غير فقط امريكا وكندا. فكان عندي حلم انه اروح لامريكا وهاي. بعد ما اشوف ولد اخوي فتره واجي ازورنهم، يبدون يعني يتمسخرون من عند، يعني يتمسخرون وياي، يضحكون، يقولوا لي هلا وصافي شلونها امريكا، يحكي لنا بالله بالانجليزي وغيره وغيره. فتخيلوا. لكن انا ظليت متمم الى ان احقق حلمي، وانا حققت حلمي. وانا حاليا عايش بالمانيا مقيم، بقالي تقريبا كلها سنه واخذ الجواز الالماني. ولو اخذت الجواز الالماني اكيد راح اسوي لكم فيديو خاص عن الحفله مالتي، شلون راح اخذ الجواز الالماني ونحتفل كل احنا انا وياكم. شلون تحقق حلمك وتجي لاوروبا، راح اشرح بالاخص على المانيا. الخبر الحلو اللي يفرح لكم يا متابعيني انه المانيا تحتاج دائما ايدي عامله. انا بالمناسبه انا اسف لاني استخدم هاي ايدي، لان هاي ايدي متعور بيها فما اقدر استخدمها، فاستخدم دائما اليسرى. المانيا دائما تحتاج ايدي عامله، دائما. طبيت على الانترنت وبحوشت لان انا وعدت المتابعين سابقا انه راح انزل لهم فيديو خاص، لان هواي كتبت لي ناس انه الله يخليك شلون نجي لاوروبا، وايضا كتبوا لي اخوان من اليمن ومن السعوديه نبغى نجي على اوروبا. فهذا الفيديو كل المتابعين الغوالي، للعراقيين وغير العراقيين. المانيا تحتاج دائما ايدي عامله، دائما، لان المانيا بها مصانع ضخمه، بها مصانع عملاقه، بها شركه ايرباص مال الطيارات، بها شركات عملاقه مال السيارات، بها شركات مال تصنيع تنفس اصطناعي واكسجين وهاي الاجهزه الطبيه، بها هوايه شركات. فهاي الشركات دائما تضغط على الحكومه، جيبي لنا ايدي عامله، نحتاج ايدي عامله. الايدي العامله عندنا مو كافيه. اضرب لكم مثل انه المانيا قبل تقريبا سنتين راحت تسوي معاهده ويا الدول الفلبين وغيرها انه تجيب ايدي عامله من عندها، لكن ما صارت. وبعدها راحت للبرازيل وايضا ما صارت. ما صير بسبب انه هاي الايدي العامله الضخمه اللي تجي تحتاج لها شقق وبيوت ومستوى لغه واندماج وغيره. فمثل ما نقول هاي مشاريع ضخمه فما جايه تنجح. فالمانيا دائما تحتاج ايدي عامله. طبيت على الانترنت بحوشت شلون تجي الناس اللي عندها حلم مثل الحلم اللي كانت بالعراق تحقق حلمها هنا. شلون تحقق هذا حلمها وانت قاعد بالعراق؟ اول شغله اللي تسويها وانت تحلم بهذا البلد، لازم تتعلم اللغه مالته. لا تقول لي انه اللغه صعبه وما اعرف شنو، صحيح انا اتفهم وياك، لكن انت اذا عندك حلم، اخوي او اختي اذا عندكم حلم، لازم تتعبون على حلمكم، لازم تتعلم اللغة، هي مهم جدا. شوف خليني اضرب لك مثل. تخيل لو انت تعلمت اللغة الألمانية وانت بالعراق، وشفت شركة مثل ما نقول، شفت شركة تحتاج ايدي عاملة بألمانيا خلينا نقول،
بحوشت وغيره، وبديت تعرف شلون تقرا بالالماني وشويه وهذا. لو المدير سوى وياك مقابله على الانترنت، اكيد راح المدير يدز لك رابط ويقول لك راح نتقابل بهاي الساعه وبهذا اليوم بهذا الوقت. فلو تتقابل انت وياه راح تحاول تحكيها انت بالانجليزي اذا كانت عندك لغه انجليزيه، واذا كانت ما عندك تحكيها انت بالالماني. اي مدير بغض النظر لو تحكيها باللغه الالمانيه راح يقول لك اوه، يقول لك انت تحكي الماني، راح تقول له ايه انا احكي الماني. راح يقول لك انت وين تعلمتها؟ راح تقول انا تعلمتها بلدي بالعراق. راح يقول لك وانت ما اجيت على المانيا ولا هي؟ راح تقول له لا. راح يفكر عليك اوه انت شخص مثالي، انت شخص مجتهد، انت شخص ببلدك ومتعلم اللغه مالته هنا، فراح يكون قريب إلك، يعني مثل ما نقول يختارك، راح يحطك انت على القائمه العشر المختارين، خلينا نقول او الخمسه المختارين، لان انت عندك لغه الام مالته وليس انجليزيه خلينا نقول. فمهم البلد اللي تحلم به انت تتعلم لغته، مهم مهم مهم. ألمانيا شو تقول حاليا بالسنة 2023؟ تقول مهم بالنسبة لنا اللغة والشهادات بغض النظر سواء شهادتك ابتدائية متوسطة إعدادية شهادة، ويحتاجون أصحاب المهن. مثلا يحتاجون إنه تطبق أنت كاشف حضرتك اللي جاي تتباوع لي، انت اختي الكريمه اللي جاي تتبوعي لي، مثلا انت مصففه شعر، او انت مصممه ازياء، او انت تسوين حفلات مال اعياد ميلاد شو يسمونه، او تسوين ديكورات للعراس، شلون تنسقين الورد مع الطبلات مع الاشياء هاي كلها. فهذني كلهم هم يحتاجونها. يحتاجون الشهادات مالتكم يا شباب، ويحتاجون المهنه مالتك وش قد صار لك تشتغل بهاي المهنه، وكون تحاول تثبت كل شهاده من عندكم، او شخص مشتغل بشركات بريطانيه امريكيه دنماركيه بغض النظر، مهمه تحتفظ بالشهاده مالتك وتقدمها. الشباب التقديم يصير اونلاين، تمام؟ التقديم يصير اونلاين. راح اضيف لكم الرابط حتى اكون صادق وياكم لمتابعيني، حتى اكون صادق وياكم، وانا احبكم بصراحه، لان انتم مثل ما نقول احنا اخوان عائله بقناه واحده، وتشجعوني من تشتركون بالقناه. راح ادز لكم الرابط تقدمون به على الانترنت اونلاين. الرابط مكتوب بي بالالماني، ومكتوب بي بالانجليزي، ومكتوب بي بالعربي. حولت انا للعربي، تحول للعربي، طبيت على التقديم وعلى الاشياء المطلوبه. بصراحة رجع انقلب ألماني. فممكن أنا ما جربت، ممكن لو طبيت من الكمبيوتر على قناتي وضغطت على الرابط ممكن تحولون على العربي ويبقى على العربي، لأنه هو بعدة اختيارات، عربي وإنجليزي وبرازيلي وغيره وغيره. فبي لغة عربية قاعد تطبون على الرابط وتكتبون بالعربي، تشوفون بالعربي وتقرون إذا ممكن ما عندكم لغة إنجليزية أو لغة ألمانية، وتقدمون عليه. تقدمون عليه المكتوب. المهم انه بعد ما تقدم هاي الاشياء، هذا الرابط مشتركه به هوايه شركات تطلب ايدي عامله. فمن شخص من عندكم يملي الاستمارات مالته ويقدم الشهادات مالته وغيره، هاي الشركات تبدي تشوف انه هذا الشخص هيك وهيك، فالشركه اللي مختصه او اللي تريده راح تدخل عليه وتراسله، مثل ما نقول مراسلات، راح تراسله على الخاص، اكيد راح يضيف ايميله هو ورقم تليفونه وغيره. فراح تراسله وتقول له انه عندنا موعد وياك مقابله على الانترنت وغيره وغيره، حتى يتعرفون على الشخص اكثر واكثر. أم من بعد ما تقدموا هذا راح تحصل على كارت يسمونه كارت الاي او، اللي هو كارت الاوروبي، يسمونه كارت الازرق الاوروبي، انا من قرأته بالالماني. فهذا الكارت لو حصلته، واحد من عندكم حصله، راح يضمن انه خطى الخطوه الكبيره، راح يضمن يجي بيها على اوروبا وعلى المانيا. وايضا التقديم الثاني يا شباب، في حال، خليني احكي لكم شغله، خليني احكي لكم شنو المطلوب حاليا بالمانيا، شنو اللي يطلبونه. اللي يطلبونه هم حاليا، يعني هم اللي حاطينه مثل ما نقول، يعني اكيد يطلبون هوايه مهن ثانيه. اللي يطلبونه هم حاليا دكتور مال اسنان، وطالبين دكتور مال حيوانات، يعني اللي يضرب الحيوانات ابر، واللي يضمتهن، واللي يتمرضن وغيره وغيره. وطالبين ممرضين وممرضات، وطالبين صيدليين وصيدليات، وطالبين مهندسين، وطالبين مبرمجين حاسبات.
هذول يحتاجون من عندهم شهايد أكيد، لكن مبرمجين الحاسبات اللي عنده خبرة بالحاسبات يعرف يفرمت ويبرمج وينصب وغيره، مثل ما نقول عنده خلفية بالحاسبات، هذا يحتاجون منه فقط يثبت إنه هو عنده هاي الخبرة. فأتوقع إنه يشاركون وياه ويندوز، أنا طبعًا هذا من يمي أجي أتخيل إنه يشاركون وياه ويندوز نظام، ويظل هو يبرمج ويشوفه والمدير يتابعه ويحكي وياه وغيره، فراح يتأكد من إنه هو مثل ما نقول مبرمج حقيقي وعنده خبرة واطلاع بهذا الشيء. بالنسبة للمبرمجين مال الحاسبات ما يحتاجون من عندهم أي شهادات، يحتاجون فقط يثبتون إنه هم أصحاب خبرة، فقط يثبتون إنه هم أصحاب خبرة. شباب حتى ما أطول عليكم المقطع وما مثل ما نقول يصير المقطع ممل، اللي ما يقدر يقدم أونلاين بعد ما راح أضيف الروابط بالوصف إلكم يا غوالي، اللي ما يقدر يقدم أونلاين بالنسبة للعراقيين تروحون للسفارة الألمانية ببغداد، هم كاتبين بالموقع تروحون للسفارة الألمانية ببغداد، لكن قبل لا تروحون أشجعكم قبل لا تقولون أوه خلينا ناخذ أوراقنا ونروح نقدم. للأسف ممكن يعني مثل ما نقول خلينا نقول يعني ما يستقبلوكم، أو ممكن مثل ما نقول ما تصير لكم فرصة. قبل لا تخطون هاي الخطوة خذوا نصيحتي، روح اتعلم اللغة الألمانية، روحوا تعلموا لغة ألمانية. ما أقول لك تعلي مستوى لغة إنه تحكي مثل لغة الأم مالتك اللي هي العربية، لكن تعالي بمستوى إنه تقول له هلا شنو أخبارك شلونك شكرا أنا افتهمت، مو هالقد افتهمت ممكن تعيد ما أعرف شنو. مهم تكون عندك أساسيات باللغة الألمانية، مهم. ولو كانت عندك هاي الأساسيات وعندك أكيد الشهادات مالتك موجودة اوريدي والشغلات، بس مهم إنه تصير عندك لغة. من تروح للسفارة بالألمانية وتقدم أكيد راح تلقى مترجم وغيره، لكن لو الموظف اللي بالسفارة طبيت له وقلت له هلو مثل ما نقول بالألماني، أو يومك جميل، هذه أوراقي أنا اسمي فلان فلان وغيره وغيره، راح يقول لك واو اوكي. فراح يحط ملاحظة عليك انه انت تحكي الماني وانت بالعراق، فانت لك تشانس كبير تقبلك الشركات، لك تشانس كبير. لكن اذا رحت وانت عندك لغة عربية خلينا نقول وعندك ممكن لغة انجليزية، تعرف انه الالمانيين يحبون لغة الام مالتهم، الالمانيين متمسكين بلغة الام مالتهم، فلو حكيت الماني راح يكون لك تشانس كبير. تعلم لغة ألمانية متابعين الغوالي، تعلموا لغة، ما قلت مثل ما قلت لا تجيب لي مستوى لغة مثل مو لغة الأم، جيب لي مستوى لغة حلو، أخذ الشهايد مالتك وروح للسفارة الألمانية ببغداد وروح قدم أوراقك وقول لهم قريت بالإنترنت إنه تطلبون أي دعاملة وأنا شخص جاهز أطبق كاشي، أنا بناء أبني، عندي خبرة، أنا عندي خبرة بتأسيس الماي، بتأسيس المجاري، أنا مهندس، أنا مبرمج، أنا ممرض، كلهم يحتاجوكم. أوروبا تحتاج أيدي عاملة، تعلم لغة وتعال أهلا وسهلا بيك.